فلما تروح الشغل اهم حاجه انك تكون مقيم نفسك، ما تبقاش حاطط في بالك بقى اصل انا ما عنديش بدائل تانية، اصل أنا ما عنديش اختيارات تانية. لا، لازم يبقى عندك بدائل تانية. فتابع لاخر الفيديو واقول لك ازاي يكون عندك بدائل تانية. فهي الفكره كلها ايه؟ ان انت اهم حاجه انك تكون بتعرف تجيب نفسك شغل بره اطار الشغل بتاعك عموما. وتبقى حاجه مهمه جدا انك تروح وتحاول تتعاقد مع شركات تانية ومع اماكن تانية. فده بيبقى احسن بكتير، تحاول تجيب نفسك بدائل تانية غير الشغل بتاعك. فبالتالي لما تيجي تتفاوض في مرتب او في اي مكان تاني بتحس بأريحية اكتر. فاهم قصدي؟ انت ما انتش مقيد بمكان او انك ميت على الشغلانة. بص من الاخر كده، هيبقى انت جواك كلام معناه او من جواك نفسيا حاجه بتقول الحقوني، هيدوك 50 جنيه. خلاص، هتقول لهم والله انا عندي بدائل تانية واحد اتنين تلاته. هيبان في طريقه كلامك، وديت تبقى حقيقه طبعا، وهيبان في طريقه كلامك. ساعتها هتعامل معامله مختلفه تماما خالص، ومرتب بقى ومستوى بوزيشنز على طول، حتى لو انت سنك صغير. فاتعلم الحاجات دي من بدري، واشوفكم في حلقه جديده. مع السلامه.